صباح الهنا، صباح السعادة، صباحنا مشرق بنور الله وبركاته على أحلى أخوات وأحلى متابعين. ربنا يا رب كده يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا ويزيدكم من نعيم الله وفضله. شايفين يا بنات الحلاوة والجمال والطراوة كده، والجرس الفلاح الطرية، طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا كده مع بعض نشوف احنا عاملين ايه النهاردة. عاملة شوية جرس كده فلاحي بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، واملك كده بيتك خير ورزق كده. ربنا يا رب يجعل بيوتنا عامرة كده يا رب العالمين بالخير والرزق لينا ولولادنا، اللهم امين. تعالوا كده مع بعض نشوف انا عملت ايه كده النهارده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. كوبايه شاي كده معتبره، فطور عشاء بقى زي ما بتحبي اعملي. تعالوا كده نبدا بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف النهارده انا عامله الجرس الفلاحي دي ازاي. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ما تنسوش لايك للقناه واشتراك للفيديو. ربنا يا رب يصلح حالي وحالكم جميعا. تعالوا نبدا ونسمي بسم الله ونصلي على رسولنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. أنا أم منى ودي قناتي على اليوتيوب. حابة كل حبايبي ومتابعيني اللي ما اشتركش معايا في القناة يشرفني ويسعدني إنك تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو أنا هقدمه معاكم الفترة اللي جاية. خلاص النهارده هنعمل الجرس الفلاحي الطريه بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. تعالوا كده نشوف المكونات اللي معانا ايه والطريقه هنعملها ازاي. طريقه الجرس الفلاحي على طريقه الفلاحين وعلى اصولها، دي الجرس الطريه الفلاحي صح. تعالوا تابعوا معايا الفيديو نشوف معانا مكونات ايه وهنعمل بيها ايه. اول حاجه معايا حوالي 5 كيلو من الدقيق، دول 5 كيلو من الدقيق تمام كده. وده اللي معايا، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله، معايا حوالي 2 كيلو من اللبن. خلاص الجرس الطريه الفلاحي يبقى هتتعجن باللبن. خلاص ومعايا حوالي كيلو ونص من السمنه. خلاص انا فكها بس على البوتاجاز مش سيحتها، انا فكيتها بس. خلاص ومعايا الخميره البيره اللي انا هعجن بيها. طبعا الخميره مش هحط خميره فوريه اللي هي الاكياس، لو عندك انت خميره اكياس حطي، مش عندك براحتك اعملي زي ما انت حابه. انا هعجنها بصراحه بالخميره البيره اللي زي دي كده. ومعايا حوالي ربع كيلو من السمسم المحمص عشان انا معايا كميه دقيق محترمه. ده ربع كيلو من السمسم حمصته على البوتاجاز يا بنات، وهنضيفه على العجين ونشوف احنا اول حاجه هنعملها ايه. خلاص يبقى 5 كيلو دقيق، 2 كيلو من اللبن، معايا كيلو ونص سمنه، ومعايا سكر وملح للعجن بس كده. خلاص انا معايا العجان بتاعي الكبير دوت زي ما انتم شايفينه كده. اول حاجه هانزل فيها في العجان بتاعي، هانزل بالخميره اللي هي ديت شايفين. خلاص هنزل بالكميه اللي معايا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. وهنزل عليها حوالي نص كوبايه من السكر. بسم الله اهو، حوالي نص كوبايه سكر عشان الخميره تتفاعل كده يا بنات. اهو حوالي نص كوبايه بالظبط. واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. وهدعك الكلام ده كله الاول كده بايدي، الخميره مع السكر. حابه تضيفي لها الميه ضيفي، انا بعجنها كده وبتبقى جميله جدا جدا. اهو امسك الكلام ده كله. خلاص ندعكه. وبعد كده هانزل باللبن اللي معايا، هنزل بنص اللبن. بسم الله بسم الله ما شاء الله. وهدوب الكلام ده كله يا بنات بايدك كده. انا ايدي نظيفه طبعا وعامله حساب ان انا هعجن بايدي. عايزه تعملي بالمضرب اعملي، عايزه تعملي زي ما انا بعمل، اللي يريحك اعمليه واللي انت شايفاه صح اعمليه. ده احلى جرس فلاحه هتاكلوها على طريقه الفلاحين يا بنات. اهو دوب الكلام ده كله كده مع بعضه. خلاص وهنزل بنص كمية السمنة اللي معايا. بسم الله اهي. على فكرة دي سمنة على زبدة، المتاح عندك حط منه. خلاص وهنزل بكمية السمسم اللي معايا. بسم الله. يبقى انا نزلت بالخميرة وبعد كده السكر وبعد كده نص كمية اللبن ونص كمية السمنة، وبعد كده هنزل بالدقيق بتاعي. خلاص هنخله طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
نخلي الدقيق بتاعك كده كويس عشان لو في اي عفوره او اي حاجه من الشكوره اللي بنجيبها، طبعا احنا بنجيبه من السوبر ماركت، فطبيعي الواحد بينخله بس احتياطي. خلاص بسم الله زي ما انتم شايفين اهو. خلاص هنخل الدقيق بقى وكده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. خلصنا كميه الدقيق كلها نخيل كده زي ما انتم شفتوا، انا خدتها كويس، وعشان اي عفوره فيها اي حاجه تعمليها. بعد كده هنزل عليها بمعلقه من الملح اهي. ده طبعا بتاعت اي معجنات، طبعا احنا بنضيف معلقه الملح دي يا بنات. خلاص. وهنزل كمان معايا كيس من البيكنج باودر اهو. خلاص ده كله على العجينه اهو. بسم الله. وبعد كده بقى ايه، اعجني بقى بايدك كده زي ما انت شايفه معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا كميه دقيق محترمه 5 كيلو برضو، بسم الله ما شاء الله كميه. هاعجن الكلام ده كله كده ونبس كده العجينه مع بعضينا. بسم الله اهو. طبعا معايا كميه دقيق، فهنزل بكميه اللبن الباقي كده معايا، عشان انا عايزه على الجرس بتاعتي تبقى طريه زي ما انتم شايفين اهو. خلاص. وهنعجن كده معانا، وبعد كده هنزل بكميه السمنه اللي باقيه معايا. بسم الله اهي شايفين. واعجني بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله. اعجنيها كده بقى بايدك كده، عندك عجان اعملي فيه، ما عندكيش طبعا الكميه دي كبيره عندي على العجان، فمش هينفع ان انا اعجنها اصلا في العجان، فطبيعي انا بحب اعجن الجرس دي على ايدي. خلاص. بعد كده معايا ميه برضو هزود. بسم الله اهو شايفين كده معايا. وهبدأ بقى ايه اعجن في العجينة بتاعتي لحد ما تلم معايا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص نعجن بقى الكمية اللي معانا دي كلها هيتا كده، ده انك تعملي فيها تبسي فيها لحد ما العجينة بتاعتك تلم. خلاص اهو. بعد كده نشوف العجينة هيبقى شكلها ازاي. شايفين بعد ما كل الدقيق اللي معايا اختفى كده اهي، لفي فيها كويس كده عشان تبقى معاكي ملمس العجينة طرية. خلاص لحد ما توصليها للقوام ده كده. شايفين شايفين العجينة طرية ازاي، تتشكل في ايدك ازاي اهي اهي. خلاص اهي لحد ما ايدك تكون كده ما عادش فيها اي عجين خالص. ودي شكل العجينة بقى، شفتوا طرية جدا جدا جدا. خلاص لت فيها كمان شوية زي ما انا بعمل كده. معلش هي متعبة شوية بس مش مشكلة، عشان تاخدي جرس طرية كده وحلوة. بسم الله ما شاء الله اهي. بعد كده هنشوف هنشكل الايه العجينه اللي معانا دي ازاي. هنسيبها بس ترتاح حوالي 5 دقايق او 10 دقايق، وبعد كده هنشكلها، هنشوف هنشكلها ازاي. خلاص شايفين ملمس العجينه طري جدا زي البان ازاي اهي. خلاص اللي وصل معايا الفيديو لحد كده يبقى ما ينساش يحط لي اشتراك في القناه، ويفعل يضغط على الجرس عشان يوصله اشعار بكل فيديو انا هنزله معاكم الفتره اللي جايه. انا هسيب العجينه دي ترتاح شويه كده، وبعد كده هبدأ في التشكيل بتاعها. اشوف هتشكلها ازاي، حابة تعملها جراجيش، حابة تعملها جرز زي ما انا هعمل، اللي انت حباه اعمليه. خلاص كده بتنفع للفطار، بتنفع للعشاء، عندك شغل في ارضك بتاخدي منها كل حاجه يا بنات متاحه. وبعدين احنا في جو الصيف اساسا، والاكل مش اللي هو الناس ما عادش بتاكل زي الاول، فدي بصراحه بتغني عن اي حاجه خالص. ساعه للفطار ساعه للعشاء اي حاجه بتنفع، وبالذات لاولادي. خلاص كده هشوف العجينه هسيبها ترتاح شويه، وبعد كده هنشكلها مع بعض ونشوف شكلها ازاي. سيبنا العجينه كده ارتاحت حوالي 5 دقايق، هنبدا نشكل فيها. اول حاجه هنعملها اللي هي ايه، هناخد قطعه كده من العجينه اهي، حته كده على قد كفه ايدك، على قد ما تقدري تتحكمي فيها اهي. تعمليها كده كده وتكوريها عشان تتحكمي فيها برضو ترتاح حوالي 5 دقايق كمان عشان تعرفي تشكليها اهو. ده بيكون شكلها اهو. بسم الله ما شاء الله اهي. ترصيها كده على صينيه عندك وتسيبيها كده، وهنبدا مع بعض التشكيل فيها. هنشوف هنشكلها ازاي اهي. بعملها حوالي كده
على قد ما انت عايزه اهو. ده بيكون شكل كده، بسيبها ترتاح بس حوالي 5 دقايق كمان، عشان اما افرد العجينه واقطعها باي قطاعه عندي تبقى سهله معايا في التقطيع يا بنات، وما تحسيش ان العجينه صعبه معاكي في التشكيل. وهنعمل مع بعض، هنجيب كده صينيه تانية ونشكل مع بعض واحده كده ونشوف شكلها بيبقى ازاي. خلاص اهي نجيب قرصه من اللي احنا عاملينها زي دي كده، بسم الله. وهبدا بقى ايه، ان افردها كده على اي صينيه، على عندك على رخامه، قلب، اي حاجه سباتولا، اي الموجود عندك اعملي عليه اهي. تشكليها تفرديها كده، تخليها كده كلها بسمك واحد بايدك، ماشي بفرده برضو عادي، بالنشابه المتاحه عندك اعمليه. انا بصراحه بستكفى كده بسرعه بسرعه بايدي زي ما انتم شايفينها كده، زي ما اكون بفرد فطيره اهي. خلاص السمك اللي انت حباه، حباها تخينه، حباها تبقى رقيقه شويه، براحتك خالص. انا بعملها كده، وبجيب عندي كوبايه زي دي كده اهو، شايفين السمك بتاعها يا دوب معقول اهو اهو، عشان تبقى القرصه حلوه. شايفين؟ وادي الكوبايه اللي هقطع بيها، اي كوبايه عندك اهو. وبعد كده هتجيبيها وتقطعي بيها كده، لو في قطاعه عندك متاحه عادي ممكن تقطعي بيها اهو. خلاص شايفين؟ وهتبقى دي شكل القرصه اهي، شايفينها تبقى مظبوطه من الجناب ومن الحرف زي ما انتم شايفين اهي. وهترصيها على الصينيه اللي هتدخل عندك الفرن اهي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يجعل لساننا عامر بذكر الله يا رب. اهو ده شكل الكرسه بتاعتي. لو حاساها ان هي مليانه شويه هتروحي مبططاها سنه كده اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنشكل بقى الكمية اللي معانا، حابة تعملي جراجيش ماشي، حابة تسيبيها جرس ماشي، اللي انت حباه يا حبيبة قلبي اعمليه. خلاص ده شكل العجينة بتاعتي اهي، وشكل الجرصة بتاعتي حلوة بسم الله ما شاء الله. شايفينها؟ ولا تخينة ولا رقيقة ولا كبيرة ولا صغيرة، كلها بتبقى تقطيعة واحدة على حسب ما انت بتفردي العجينة بتاعتك. خلاص كده هنكمل بقى معايا الكمية بتاعتنا كده ونشوف شكل الايه، العجينة بتاعتي هتعمل ايه ويكون شكلها ازاي. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، بحبكم في الله. هنكمل كمية العجين اللي معانا بس عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم، وبعد كده هنرجع نشوف كمية التشكيل اللي شكلناها هتبقى شكلها ازاي. قلبي بعد ما خلصت كمية الجرس كده كلها تقطيع كده وتشكيل اهو، بسم الله ما شاء الله، عملت معايا كمية محترمة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نسيبها كده تخمر حوالي ساعة، طبعا احنا في الحر فالجو صيف اساسا، فبتخمر مش هتاخد وقت كده في التخمير. بعد كده بعد ما تخمر تعالوا كده مع بعض نولع الفرن بتاعنا كده ونشوف هنسوي الجرس ازاي. وهتبقى احلى جرس تعملوها في حياتكم. يا ريت تجربوا كده الطريقه اللي انا عملت بيها وتقولوا لي كده ايه رايكم فيها. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عملت عندي كميه، شايفين يا بنات؟ بسم الله الله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله. هنسوي كده الجرس كده مع بعض ونشوفها وتاكلوها كده بألف هنا. حابة كل الحبايب، كل متابعيني، كل اللي بيشوف الفيديو دوت ولسه ما اشتركش معايا في القناة، يشرفني ويسعدني انك تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو انا هقدمه معاكم الفترة اللي جاية. تعالوا كده مع بعض نسيب الجرس دي كده تخمر حوالي ساعة، وبعد كده هولع الفرن بتاعي وهبدأ فيها تسوية ونشوفها كده في آخر الفيديو بيكون شكلها ازاي. بحبكم في الله، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة. بعد ما الجرس اختمرت دخلنا كده أول صينية كده في الفرن اهو. شايفين النار لازم تكون واطية من فوق وعالية من تحت زي ما انتم شايفين كده معانا اهو. بسم الله ما شاء الله، دي اول صينيه دخلتها معايا الفرن. هنسوي كده مع بعض الجرس ونشوف الشكل بتاعها هيبقى عامل ازاي. تابعوا الفيديو معايا للاخر، يا رب كده ينول اعجابكم ورضاكم. بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى ناس. ربنا يديمكم ربي نعمه في حياتي ويخليكم ليا. وطالعه من الفرن بسم الله ما شاء الله، بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين الارضيه بتاعت الجرس عامله ازاي؟ بس سخنه يا بنات. بسم الله الله اكبر، دي شكلها وهي طالعه من الفرن كده. بصوا حاجه كده تفتح النفس. لايك وشير بقى وشيروا لي الفيديوهات على قد ما تقدروا. بحبكم في الله، تابعوا معايا الفيديو للاخر. الكميه اللي انا عملتها كده وخلصناها تسويه، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين يا بنات؟ شايفين الجرصيه شكلها عامل ازاي؟ تفتح النفس اصلا لوحديها. شايفين؟ بس لسه سخنه. بعد ما خلصت كده كميتي كلها تسويه، تعالوا بقى نعمل كده كوبايه شاي معتبره ونشوف الجرس بتاعتنا دي شكلها ازاي. ايه رايكم؟ ده شكل الجرس بتاعتي كده بعد ما خلصتها كده. شايفين؟
بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اهي. ايه رايكم؟ شايفين الجعر بتاع الجرصة او الارضية بتاعت الجرصة شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين طراوة الجرصة عاملة ازاي يا بنات؟ شايفين ظاهرة في الكاميرا اهي. شايفين الجرصة عاملة ازاي من جوه؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بصوا طرية جدا جدا جدا. يا رب تكونوا كده استفدتوا ولو بمعلومة بسيطة من الفيديو، وبحبكم في الله يا احلى اخوات ويا احلى ناس. ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك في القناة. قدميها بقى كده مع كوباية شاي كده معتبرة كده، فطار عشاء ساعة العصاري زي ما بتحبوا اعملوا. خلاص كده دي كانت الجرس بتاعتي، طريقة سهلة وبسيطة. يا رب تكونوا كده استفدتوا ولو بمعلومة بسيطة جدا من الفيديو. بحبكم في الله والسلام عليكم.